هو ده الطبق اللي هيقلب ريحة بيتك من حلاوته بجد. طبق بطاطس بالكفتة ينفع معاكي في اي وقت، سهل وسريع ومكوناته سهلة جدا. نص كيلو لحمة مفرومة، ننزل عليهم بشوية توابل حلوين، فلفل، كمون، كزبرة، وما تنسوش بهارات الكفتة. تفضلوا بقى تقلبوا في اللحمة كده لحد ما تنعم معاكوا على الاخر. انا هنا كنت بظبط الملح، طبعا ظبطوا الملح حسب ما تحبوا. بصوا الكفتة نعمت معايا خالص ازاي. هنا بقى تعملوا الكفتة بالمقاس اللي انتوا تحبوه. انا هنا عملتها دواير كده، طبعا تقدروا تعملوها كفتة، تقدروا تعملوها كور زي ما انا عملتها كده، زي ما تحبوا. اعملوا بقى الكمية كلها. دي الكمية اللي طلعت معايا من نص كيلو كفتة ما شاء الله. عندي بقى شوية بطاطس، شوية فلفل، وشوية بصل قطعتهم حلقات وضفتهم كده على بعض. وجبت بقى معلقتين صلصة، ونزلت بدبس الرمان وده بطل القصة، شوية فلفل اسود ومكعب مرقة، وحطيت شوية مية وبدأت اضيفهم على الخليط اللي انا عاملاه. قلبي كده كويس. بعد كده تبدأي بقى ترصي اللوحة الفنية. الكفتة تبدأي ترصيها على البطاطس والفلفل والبصل لحد ما تطلع معاكي بالشكل الحلو ده. بعد كده تكوني مسخنة فرن على درجة حرارة 180 وتدخليها الفرن. هنا كانت نص سوا كده، قعدت تلت ساعة بالظبط، وكانت ريحتها قلب الدنيا، لازم تجربوها.